لف وارجع تاني. إليكم الخبر العاجل. رجع تاني بعد ما قالوا خلاص راحت عليه. ها هو شات جي بي تي 4 الحبيب اللي مش قادرين ننساه. كله قالها في نفس واحد، لف وارجع تاني يا روحي. بعد ما أطلقوا شات جي بي تي 5 وقالوا عليه أذكى وأسرع، الناس فتحت البرنامج بصت حواليها وقالت فين حبيبي القديم؟ الواحد كان بيقعد مع شات جي بي تي 4 يضحك ويحكي معاه، تحسه انه صاحبك. فجأة لقيت الشات الجديد بيكلمني زي موظف خدمة العملاء اللي حافظ الكلام ومش فارق معاه انت مين. الناس قلبت الدنيا على ريدت. واحد كتب وقال لقد رحل صديقي الذكاء الاصطناعي وانا بكيت، وواحد تاني قال رجعوا لي البرجر القديم قبل ما ارجع اكل في المحشي. وبدأت حملة عالمية شعارها لا للتجديد اللي بوظ الذكريات. سام التمان نفسه طلع وقال احنا قللنا من شوية حاجات كنتوا بتحبوها في شات جي بي تي 4 وقررنا نرجعه تاني لفترة محدودة، وعملنا عرض خاص لمدة أسبوع واحد عشان الناس تقدر تدخل تختار نسخة شات جي بي تي 4 من تاني، تقدر تحضنه وتبوسه قبل ما ياخدوه منك تاني. حكاية الحنين للقديم دي مش حاجة جديدة، نفس اللي بيحصل مع أي حاجة جديدة في حياتنا. شركة تغير المنيو الناس ترجع تطالب بالفراخ القديمة، مسلسل يغير البطل الجمهور يعمل مظاهرات. حتى في الحب في ناس بتجرب الجديد وبترجع تقول القديم يحلى. الخلاصة الذكاء الاصطناعي بيشتغل على البيانات، لكن الشركات الكبيرة بتشتغل على المشاعر. وعلشان كده لو لقيت صاحبك الآلي القديم راجع، افتح الشات واشبع منه قبل ما يتاخد منك. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال في بودكاست الترند بيقول ايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واستنونا في الحلقة الجاية. سلام.